من منتصف الميدان على الجهة اليمين لصالح الهلال. تبقى الكرة حاضرة. مالكوم يلعب الكرة إلى منطقة الجزاء. ميشايل الهدف الأول للهلال. الهدف الأول ميشايل يقتنص ويسجل الهلال أول أهدافه. إذا غابت الحلول فتش عن ميشايل. ميشايل الهلال الملعوبة إلى منطقة الجزاء واصلة إلى ميشايل، سجل معها الهدف الأول في المباراة. الله على مالكم بكرة باتجاه ميشايل اليسار، انطلاقة من سالم. سالم ما زالت مع الكرة. سالم وصل على الجهة اليسار يلعبها في الخلف إلى متروفيتش إلى سافيتش، وسافيتش في الشباك. ثاني أهداف الهلال. الهلال يأكد على تفوقه في شوط المباراة الثاني، يأكد على أفضلية سافيتش في الشباك. ثاني أهداف الهلال في المباراة، قوية من سافيتش، سريعة من سافيتش. الهلال يسجل فيها ثاني أهداف اللي هزت أركان المرمى في نادي الأخدود. ثاني أهداف الهلال رائع. حتى الآن لم يحصل على القرار بتنفيذ الركلة، وسالم تسديدة لكن مبعدة إلى سافيتش، وسافيتش يسجل الثالث. سافيتش ينجح في تسجيل ثالث أهداف الهلال، الهدف الشخصي الثاني بالنسبة له للهدف الهلالي الثالث. شوف الكرة من جديد. سالم لعب كرة باولو فيتور، تمكن من إبعادها، ثم التسديدة من سافيتش ارتطمت في الزبداني، وتمكن الهلال عبرها من تسجيل ثالث أهدافه في المباراة. النتيجة أصبحت 3 مقابل لا شيء في صالح الهلال بهذه المواجهة. كرة سافيتش الماضية